لو ضفنا بالخلاط كوب واحد من التلج وضفنا عليهم كوب من قهوة سريعة الذوبان، وأكيد ما زلنا مستمرين بالمقاطعة، وضفنا عليهم كوب من السكر ونص كوب من المي، وخلطناهم كتير منيح مدة ما بتقل عن 3 4 دقايق، أو فيك تقولي كيف سرعة الخلاط عندك. ولو محضرة الطعام اللي عندك ما بتخلط تلج، أكيد فيك تستغني عن التلج وتضيفي بداله كوب واحد من المي. وبهذا الوقت اسمحوا لي بس أذكركم، يا ريت ما ننسى ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، لايك للفيديو لو عجبكم، ونكمل. بعد ما خلطته مدة ما بتقل عن ال5 دقايق قدرت أحصل على رغوة الكابتشينو، إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. أنا بحتفظ فيها بالفريزر، يعني بعمل كمية وبخليه محطوط عندي بالفريزر. كل ما بيعن على بالي كوب نسكافيه برغوة بتشهي القلب، باخد منه معلقتين وبضيف عليه فقط حليب ساخن، وممكن كمان تضيفوا حليب بارد لو بتحبوا. ألف صحة وعافية مقدما. لو عجبكم هالفيديو أبدا ما تنسوا أنكم شفتوه بمطبخ ملك عبد العال. دمتم بألف خير، بشوفكم على خير، وباي باي.